السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد يا بنات لمشتريات بقى الخضار وشوية حاجات كده للتلاجة، وكمان هقول لكم على الاسعار الجديدة وكل التفاصيل. طبعا كنت اشتريت معاكم بقى وعرضت معاكم مشتريات الشهر، ولكن ما كنتش لسه جبت خضار. فعايزة اقول لكم يعني التلاجة عندي بقى كانت فاضية خالص وما عنديش اي خضار. عملت بقى فنجان قهوة كده واخدت بسكوتة مع حبايتين بقى كده بتفور قريبة من اللي كنت عاملاهم معاكم طبعا في رمضان. وقلت بقى يدوني طاقة كده علشان اقدر انزل اشتري الطلبات بتاعتي. بس قبل اي حاجة بجد حابة اشكركم من كل قلبي على كل كلمة حلوة بجد بتكتبوها لي وبتفرحوني بيها. كلامكم بجد بيشجعني اعمل فيديوهات تانية كتير. وعايزة اقول لكم يعني انا مش بسيب ولا تعليق غير لما برد عليه. فلو انت بقى اول مرة بتشوفيني اكتبي لي كومنت حلو زيك وعرفيني انك جديدة معايا في القناة علشان انزل ارحب بيكي. اما اخواتي طبعا وحبايبي اللي معايا في القناة فكالعادة وجودكم شرف كبير ليا. تعالوا بقى كده نسمي الله واقول لكم بقى ازاي كده وفرت ودبرت وكمان جبت كل اللي انا محتاجاه باسعار حلوه قوي يا بنات. ببشركم بجد الاسعار حلوه قوي بقى لها فتره. يعني تقريبا كده بقى لنا كتير ما شفناش الاسعار دي. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا شفيعي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي واموات المسلمين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده نبدأ بأول حاجة وهي الأساسيات. طبعا الأساسيات بتاعتنا البصل والبطاطس والطماطم. انا جبت بقى المره دي كده كميه من البصل، ودول بقى يا بنات انا هفرصهم. ما شاء الله جبت كميه حلوه كده، جبت حوالي 5 كيلو من البصل. جبت بقى 3 كيلو من البصل الاحمر، والبصل الاحمر بصراحه انا بحب اطبخ بيه. البصل اليومين دولت يا بنات حلو قوي بس ما ينفعش للتخزين خالص، وهقول لكم دلوقتي السبب ليه. بس عايزه اقول لكم البصل كده مدور وجميل جدا، بس هو بقى لسه طري، يعني ما ينفعش خالص تخزين من السنه للسنه. انا جبت كده 5 كيلو، جبت 3 كده من البصل الاحمر. ده بقى بحب ادخله في كل الطبيخ وفي كل الاكل. لكن بقى البصل الابيض بصراحه ده اللي بستخدمه في الشوربه فقط، مش بحبه خالص في الطبيخ. بصوا لو يعني لو ضغطتوا بايديكم كده على البصل لو اشتريتوه اليومين دول هتلاقوه لسه طري جدا يا بنات، فده طبعا يعني ما ينفعش خالص، خصوصا للناس بقى اللي بتحب تخزن البصل من السنة للسنة. نصيحة بلاش دلوقتي خالص. والكلام ده بجد من البياع نفسه، علشان طبعا زي ما قلت لكم يعني البصل لسه طري جدا، فممكن لا قدر الله يعفن معاكي، فلا استني شوية لحد ما ينشف وخزني بقى الكمية اللي انت محتاجاها من السنة للسنة. جبت كمية كمان كده من البصل الأبيض، وزي ما قلت لكم ده أنا مش بحب أطبخ بيه لأن بصراحة مش بيكون فيه كمية خالص. يعني ممكن بصلة واحدة بس من البصل الأحمر بمقدار كده 3 4 بصلات من الأبيض، فيعني مش بيكون فيه كمية خالص في يعني تقريبا كده بيكش في الطبيخ. هو يعني أنسب ليه حاجة إن احنا نستخدمه بقى في الشوربات، بقى شوربة العدس، شوربة الفراخ، شوربة اللحمة، الحاجات اللي بيكون فيها شوربة خضار وبس كده. لكن طبيخ لا، هو طبعا الأحمر بس احنا يعني كنا مضطرين بقى نستخدمه في الطبيخ لان ما كناش بنلاقي غيره. وكمان يعني كان سعره يعني مناسب شوية غير السعر التاني. انا جبت الكيلو يا بنات ب10 جنيه، جبت 5 كيلو ب50 جنيه، وفي ناس طبعا بتبيعه ب8 جنيه، بس يعني كانوا خلصوا تمام. جبت كمان طماطم برضو، وعايزه اقول لكم يعني الطماطم بقى اليومين دول كريزيه وجميله جدا جدا ما شاء الله. انا جبت كده كيلو ونص من الطماطم اللي هي الجامده او الناشفه، وحلوة قوي. شايفين الطماطم ما شاء الله، يعني شبه الوردة كده، جميلة قوي بجد اليومين دول. و... وسعرها كمان حلو. انا جبت الكيلو ونص ب10 جنيه من الطماطم الجامدة بتاعت الطبيخ. جبت الكيلو يعني ال2 كيلو منها ب10 جنيه، الكيلو الواحد ب5 جنيه. بس عايزة اقول لكم ان انا لما رجعت البيت لقيتها ما شاء الله كلها جامدة وما فيهاش حاجة خالص، يعني ما تفرقش خالص عن عن الطماطم الجامدة، غير ممكن مثلا بعد الواحدة زي ما انتم شايفين كده. فقلت يا ريتني بقى كنت جبتها كلها من ام 5 جنيه، بس الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. هي برضو جميله وسعرها حلو قوي. فالطماطم يا بنات اليومين دول بجد حلوه قوي وما شاء الله مسكره وجميله، وكمان يعني كلها ملحمه زي ما انتم شايفين كده. فده بجد انسب وقت لو حابين طبعا تفرزوا كميه لعيد الاضحى ان شاء الله. جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد كميه كده من البطاطس. ما شاء الله يعني جبت 4 كيلو يا بنات، الكيلو ب10 جنيه. بطاطس آلية حلوة قوي، اللي بيكون فيها طبعا النقطة الحمراء دي.
ما شاء الله بتكون يعني تشتريها وانت مغمضة على طول، تعرفي على طول ان هي بطاطس آلية حلوة جدا. يعني بتنفعني بقى كتير في حاجات زي ما قلت لكم طبعا في فيديو مشتريات الشهر. ممكن كده يوم في الاسبوع اعمل مثلا مكرونة وبطاطس محمرة واسلق بيض، وبيبقى غدا حلو جدا. كمان بتنفعني في الفطار وفي العشاء، بهرس منها كده وبقطع على وشها يعني قطع من الفلفل الرومي، برضو بتبقى تحفة، وعندي الولاد بيحبوها قوي، فبدخلها تقريبا كده في كل الوجبات. زي ما قلت لكم الكيلو منها ب10 جنيه، انا جبت 4 كيلو ب40 جنيه. وعايزه اقول لكم ان انا كمان بفرزها يا بنات وبحطها برضو في الفريزر، بس لما بكون بقى جايبه كميه اكتر من كده، فبالنسبه لي الكميه دي حلوه قوي، لان زي ما قلت لكم هستخدمها، يعني هدخلها في الفطار في الغداء في العشاء في حاجات كتير. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي في التعليقات واكتبي لي كومنت حلو زيك علشان انزل ارحب بيكي. اذكروا الله يا حبايبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. جبت كمان كيلو جزر ب5 جنيه، علشان عندي برضو شوية كده في التلاجة، فما حبيتش يعني اجيب كمية كتيرة. جبت دول برضو علشان هفرصهم، انا بحب بصراحة كده احطه في الفريزر واسحب منه بقى كده للسلطات، وبينفعني بقى في حاجات تانية كتير قوي. البصل سوري، الجزر برضو من الحاجات الحلوة قوي اليومين دول، وما شاء الله يعني ينفع كمان لو بتحبوا مخلل الجزر، طبعا كنت عملته معاكم على القناة قبل كده، فبإذن الله لما انزل تاني هشتري كمية واعملها مخلل. انا بحب مخلل الجزر بتاع البيت قوي، غير طبعا اللي بنشتريه من بره. وبس كده يا بنات، تعالوا بقى اوريكم جبت ايه كمان. جبت كده كيلو ونص من الفلفل، الفلفل الاخضر. ما حبيتش بقى اجيب فلفل ملون المره دي، لان بصراحه عندي كميه كبيره جدا مفرزاها في التلاجة. فجبت الكميه دي كده ب10 جنيه، كيلو ونص ب10 جنيه. جبت شويه بقى كده يعني مشكل، شويه حامي على شويه كوبي على شويه من اللي هو الفلفل الطويل ده العادي، جميل جدا. يعني هاخد منه كده كام واحده احشيهم، والباقي بقى باحطه في التلاجة وباستخدم منه بقى لكل حاجة، سلطات بقى، طبيخ، كل حاجة. بس أنا باحب الحراق ده بصراحة بادخله في، يعني احنا بنحب الأكل سبايسي شوية، فممكن كده اخد قرن فلفل مثلا من ده مع فصين 3 توم، وبحط يعني بحطهم في الأكل اللي بيكون فيه سلطات. تمام. عايزة اقول لكم يعني الفلفل بجد كان سعره مبالغ فيه جدا الفترة اللي فاتت، فالكمية دي حلوة قوي، خصوصا بقى ان زي ما قلت لكم ان هي ب10 جنيه. جبت كمان خيار برضو الكيلو ب10 جنيه، وفي كيلو ب8 وفي كيلو ب12. انا جبت الوسط، سعره حلو وفي نفس الوقت كده جميل. الخيار ما شاء الله بيلمع، وبحب طبعا انا منه الحجم ده. عايزه اقول لكم يعني بيستحمل، ولو قعد اسبوع في التلاجة مش بيجراله اي حاجه. احنا بنحب اكل الخيار جدا في الصيف زي ما قلت لكم، غير الشتاء خالص. فما شاء الله حلوين جدا. جبت كده ب10 جنيه، الكميه دي حلوه قوي. وبرضو ينفع لو بتحبوا مثلا تعملوه مخلل، هاتوا بقى كمية كده منه خللوها. مخللات بقى البيت بجد بتبقى حلوة قوي في الصيف. جبت كمان بتنجان اسمر، بس كده الاول كنت بشرب كوبايه شاي، لان بصراحه يعني كنت رجعت بقى من السوق وكده، فما كنتش اكلت حاجه خالص، فكانت طالبه بقى معايا كده كوبايه شاي بالنعناع، فعملتها كده وانا واقفه وقلت اشربها معاكم. المهم يا بنات، جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد، جبت بتنجان اسمر، هاخد منه بقى كده شويه برضو مع الفلفل. هعمله بقى محشي كده مع الفلفل، والباقي كده بحب برضو اعمله بتنجان مخلل بالدقة. ان شاء الله كده هعمله معاكم، برضو بيبقى حلو قوي. بحطه كده يعني في علبة، بعد طبعا ما بحشيه بالدقة بتاعة الفلفل والثوم والملح، وبعصر بقى عليه ليمون، وبسحب منه بقى مع الاكل طول الاسبوع. حلو قوي قوي بجد في الصيف، من الاكلات بجد اللي جميلة جدا، خصوصا بقى لو هتعملي اكل شعبي كده، لو مثلا هتقلي منه برضو شوية مقليين كده برضو، تحشيهم بالدقة. ان شاء الله الحاجات الحلوة دي كلها هعملها معاكم بإذن الله من خلال الفيديوهات الجاية. جبت الكمية دي ب5 جنيه، برضو سعره قمر قوي، وما شاء الله يعني انا كمان لو كنت استنيت لاخر اليوم كنت هجيب الخضار بأرخص من كده بكتير. فبجد يعني الحقوا كده، خدوها فرصة بقى، ولو عايزين تشتروا خضار وناقص عندكم شوية حاجات، انزلوا بقى اليومين دول، الخضار سعره حلو قوي يا بنات. جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد الكرنبة القمر دي، ما شاء الله يا بنات حلوة قوي. من وقت بقى ما طلعنا من رمضان واحنا كنا عايزين ناكل بصراحة محشي مشكل، فما كانتش الفرصة يعني متاحة خالص، وما كنتش بنزل كتير. فجبت بقى الكرنبة الجميلة دي ب7 جنيه، اللهم بارك، سعرها حلو قوي. وان شاء الله كده لما انزل برضو بفكر اجيب كده كمية او مثلا كام واحدة وافرسهم، علشان كده يعني كنت عاملة معاكم طبعا كمية قبل كده، بس ما شاء الله يعني الحمد لله خلصوا في شهر رمضان. وانتوا عارفين بقى يعني احنا كلنا بنحب محشي الكرنب ومحشي ورق العنب والحاجات الجميلة دي.
الكرومبة زي ما انتم شايفين ورقها طازة وجميلة، وزي ما قلت لكم قبل كده يعني مش مكتومة. الكرنب الحلو بيكون مش مكتوم، بتشيلي الكرومبة كده بتبقى خفيفة معاكي. طيب محشي كرنب يبقى طبعا لازم خضرة. جبت بقى الكمية المشكلة دي ب5 جنيه، تشكيلة كده برضو من الشبت والبقدونس والكزبرة ب5 جنيه. برضو الأسعار دي برضو يعني أحسن بكتير من الأول. كانت الرابطة الفترة اللي فاتت كلها كانت ب5 جنيه، عشان نجيب التلاتة دولت كانوا ممكن يدخلوا في ال20 جنيه وأكتر كمان. جبت كمان برضو ب10 جنيه كده ليمون تقريبا كده، يعني ربع كيلو. يمكن ده بقى الحاجة الوحيدة اللي سعرها يعني مش عارفة زي ما هو تقريبا في كل البلاد كده ولا عندنا احنا بس، انا بصراحة مش عارفة، فياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات الليمون عندكم برضو سعره عامل كام. فبرضو باخد منه كام واحدة كده على قد الاستخدام، والباقي برضو بفرزه زي ما هو في الفريزر. ما شاء الله برضو حلو، ويعني طازة كده ولونه فاتح وجميل. و... وفي افكار كتير برضو لتفريز الليمون ان شاء الله برضو كده، لو جبت كمية باذن الله هعملها معاكم. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي كتير في التعليقات، واكتبي لي تعليق حلو، وحط لايك للفيديو علشان اليوتيوب بيقترح الفيديو لما بيكون عليه لايكات وتعليقات كتير. جبت كمان يا بنات كيلو من التوم، علشان يعني للاسف بقى انا ملحقتش خالص افرز توم، وفجأة كده لقيت سعره غلي مرة واحدة. يعني مش عارفة هو جه امتى وغلي امتى، انا بصراحة مش عارفة ايه اللي حصل معايا. المفروض ان انا كنت جبت كمية كبيرة كده، بس الحمد لله يلا قدر الله ما شاء فعل. فجبت كده الكيلو ده ب40 جنيه. وبحب بقى اخد العيدان بتاعته دي وبدخلها كده في وصفات كتير، مع فلفل، ويعني باخدها كده في الكبة واقطعها كده مع فلفل وشوية ملح، وبتبقى دقة جميلة جدا برضو بستخدمها في وصفات كتير. جبت كمان يا بنات ورق عنب نباتي حلو قوي، الكيلو منه طبعا ب40 جنيه. يعني مقارنة برضو بالفترة اللي فاتت ورمضان وكده، لا هو سعره نزل كتير خالص عن الأول. أنا جبت ربع كيلو بس ب10 جنيه، يعني الكمية دي بقى بالنسبة لنا حلوة قوي، مع الفلفل بقى والبتنجان برضو لو حشيت منه، فبالنسبة لنا الكمية دي مناسبة جدا. وعايزة اقول لكم الورق بتاعه ما شاء الله اخضر وجميل، فلو بتحبوا بقى تفرزوه هو ده انسب وقت ليه، خصوصا بقى ان سعره كان غالي الفترة اللي فاتت، وممكن بعد شوية يرجع يغلى تاني. جبت كمان برضو ملوخية خضراء، يعني حلوة قوي كده، وبرضو لسه بشاير. عايزة اقول لكم يعني في بياعين كتير لقيتهم بيبيعوا الرابطة الواحدة ب40 جنيه، بس انا بقى شاطرة وجبت التلات ربط دول ب20 جنيه. ما شاء الله حلوة جدا. برضو يعني بغسلها كده وبخرطها، سواء بقى في الكب او على المخرطة، وبحطها بقى في التلاجة وبسحب منها على قد الاستخدام. يعني هما يدوب كده التلات ربط دولت يعملوا لنا يعني بالنسبة لأفراد أسرتي هيعملوا طبقين، فإن شاء الله برضه هينفعوني على وجبتين غدا حلوين جدا برضه، جنب طبق بطاطس، جنب مثلا شوية رز. فحلوة أوي الملوخية بجد اليومين دول، وخصوصا وهي لسه طالعة بتكون مسكرة كده وطعمها جميل. جبت كمان ب5 جنيه برضه نعناع، بحب برضه انشفه واحطه في علبة واسحب منه للشاي. شوفوا بقى الكمية دي كلها ب5 جنيه. والله يا بنات يعني لحد من فترة قريبة قوي كنت بجيب ربطة صغيرة قوي ما تتعداش كده الكام، يعني الكام عود، وكانت ب5 جنيه وب10 جنيه. فلا بجد الأسعار يعني الحمد لله، طبعا نتمنى ان هي تنزل اكتر من كده بكتير. خصوصا ان يعني ايا كان برضو هي سعرها نزل عن الاول، بس لسه يعني احنا عايزين كمان نزول اكتر من كده، فالله المستعان على كل حال. جبت كمان اناناس 3 دول ب15 جنيه. والاناناس بقى الوسط ده يا بنات بيبقى مسكر قوي، وعايزه اقول لكم يعني الاناناس الخشن ده بيبقى ريحته حلوه بشكل تعرفي على طول ان هو هيكون مسكر وجميل. بس ما تجيبوش بقى الناشف، لا هو الخشن يا بنات اللي بيكون لونه كده اصفر كده وجميل، ده بتعرفي ان ريحته حلوه قوي. بصراحة بقى ما جبتش فاكهة كتير، لان عندي موز وفراولة موجودين برضو من الاسبوع اللي فات، فجبت بقى كيلو تفاح كده، على اساس ان انا ممكن اقطع منه برضو على الموز وعلى الفراولة، وبنحب كده نعمله كوكتيل، عندي الولاد بيحبوه قوي بالزبادي. وبس كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. التفاح برضو كان سعره 70 و80 جنيه، انا جبت الكيلو برضو ب40 جنيه، فيعني يعتبر سعره برضو احسن من الاول بكتير. طيب داخلين بقى على الامتحانات وبعد يومين بقى يعني خلاص هنبدأ امتحانات، ربنا يا رب يوفق ولادنا جميعا كده، وتكون الامتحانات سهلة عليهم ويفرحونا كده يا رب، وتكون سنة سعيدة علينا كلنا. فكنت جبت طبعا معاكم في فيديو المشتريات نص طبق بيض، وجبت بقى صفيحة الجبنة اللي فضلت طول الفيديو اقول لكم عليها صفيحة سمنة، معلش يا غلطة لسان بس مش اكتر، فقلت ازود عليهم كده، خصوصا ان عندنا بقى لسه اسبوعين امتحانات.
فالبنات كده هياخدوا معاهم برضو سندوتشات كل يوم، فجبت لهم بقى علبة الجبنة الكيري دي ب60 جنيه. حلوة قوي يا بنات وطعمها تحفة، كمان موفرة كتير عن علبة الجبنة المثلثات، وبتقعد يعني ما شاء الله فيها كمية حلوة، بتقعد فترة كده كويسة. عند البنات كمان بيحبوا طعمها قوي. جبت لهم كمان علبة جبنة دومتي ب35 جنيه، وعلى اساس بقى لو شكلوا ما بين السندوتش ده او السندوتش ده يبقى فيه كذا نوع، طبعا اللي بيحب حاجة بقى ياخد منها. وبرضه هتنفع برضه في الفطار وفي الغدا وفي حاجات كتير. جبت كمان ربع جبنة رومي ب60 جنيه. انا بحب الجبنة الرومي كده اللي بتكون طرية يا بنات، طعمها بيكون حلو قوي ومش بتكون كمان مالحة قوي. برضو الربع ده يا بنات مناسب برضو قوي يعني خلال الشهر، مع بقى علبتين الجبن اللي جبتهم، ومع طبعا كمية البيض، فحلو قوي يعني. وفي نفس الوقت برضو لو احتجت ممكن اجيب لهم تاني. انا بحطها في علبة بقى عادية، وبعلبة بغطا، وبغطيها كده بكيس تلاجة من اكياس التلاجة، او بلاستيك راب، بحيث بقى ان هي تفضل طرية كده ومحتفظة بطراوتها زي ما هي، لان طبعا الجبنة اول ما بتنشف الجبنة الرومي يا بنات بتحسي طعمها كده بقى حادق ومش بيكون طعمها حلو. لقيت كمان عرض على شوكولاتة سما كده ب28 جنيه، جبت لهم كده برضو قالب. ان شاء الله كده يعني اعمل لهم برضو خلال فترة الامتحانات اي حاجة حلوة برضو. علشان برضو عندي الولاد يعني مش بيحبوا يفطروا الصبح، فقلت كده يعني كوباية شاي بلبن واي حاجة حلوة جنبها بإذن الله يغيروا رأيهم بيها قبل ما ينزلوا. كنت جبت بقى معاكم في فيديو المشتريات نص طبق بيض، فجبت برضو كده ب50 جنيه بيض، علشان بقى يعني نص الطبق اللي جبته معاكم في الفيديو اللي فات طبعا فطرنا منه. وكنت عاملة برضو في يوم كده يعني غدا مكرونة وبطاطس محمرة، فكنت اخدت منه كده كام بيضة سلقته معاه، فقلت بالمرة كده اجيب ب50 جنيه بيض برضو ان شاء الله كده يعني ينفعني برضو خلال الشهر بإذن الله. وبس كده دول كده حلوين قوي برضو مع المربى اللي كانت باقية عندي، ان شاء الله كده يكفوني طول الشهر. ولو احتجت حاجة بقى برضو بإذن الله بشتريها، بس الحاجات دي بإذن الله كده ان شاء الله على قد ما اقدر كده يعني، مع طبق بطاطس بقى زي ما قلنا محمرة، طبق بطاطس كده مهروسة، نشوي بتنجان، نعمل مسقعة بإذن الله كده يكفوا معانا الشهر كله. وبس يا بنات عايزة اقول لكم بقى انزلوا السوق، هاتوا كده الخضار حلو قوي اليومين دول. خدوها فرصة كده واشتروا شوية حاجات طبعا على قد امكانياتكم، حابين بقى تفرزوا شوية هيكون حلو قوي، مش حابين هاتوا المناسب بس والضروري. زي ما شفتوا كده معايا الفيديو ده والفيديو اللي فات بتاع مشتريات بقى الشهر، البقوليات والمكرونة والزيت وكل الحاجات اللي بتخص البيت. انا مش بجيب غير المهم والاساسيات، مش بجيب رفاهيات غير لو توفر معايا فلوس. فان شاء الله كده الفيديو ده لو لسه ما شفتوهوش هسيبه لكم ان شاء الله في شاشات النهاية في اخر الفيديو. وزي ما قلنا قبل كده وبنقول دايما ان شاء الله كده ببركة الصلاة على سيدنا محمد، ربنا بيبارك في القليل قبل الكتير. وبس كده دي كانت بقى كل مشتريات الشهر ده بالاسعار وبالتفاصيل، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا كده ولو بفكرة بسيطة. ويا ريت لو حبيتوا فيديو النهارده حطوا لي لايك للفيديو، اكتبوا لي تعليق حلو علشان يروح لناس تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله.